طعمه دقه، ما يتقال له لا طعمه دقه. عادي يتقال لك لا، على فكره عادي خالص. احنا دلوقتي دورنا احنا ازاي نقول لا، وقلنا لا دي المستوى الرابع. فاول حاجه عايز تبدي اعتراضك على مديرك او تبدي اعتراضك على الراجل ده او اي حاجه. اول حاجه بيقول لك الجمله الاولانيه، واحد بيقول لك عايزين نعمل 1 2 3، فانت قلت له لا ما ينفعنيش الكلام ده. دي فيها كام نيجاتيف؟ فيها كلمتين نيجاتيف، نو ودازنت، او ما ينفعنيش الكلام ده. لو حبيت استبدلها ازاي؟ عايز اقول لا بس بطريقه شيك، I would be more، يعني هكون اريح لو احنا فكرنا بالطريقه الفلانيه. طب ايه رايك نعملها بالطريقه الفلانيه؟ ممكن نبقى مستريحين اكتر. انت بتقول له انك انت مش موافق، وهو هيفهم من كلامك انك انت مش موافق، بس في كلام قفيل وفي كلام بوزيتيف. دي برضو من محتاجه تدريبات كتير قوي، انك ازاي تغير الطريقه اللي اتربينا عليها. انت عايز تغير نفسك، تقول انا هتكلم بالطريقه دي، فازاي تبدا تشوف الكلمات النيجاتيف وتستبعدها من القاموس بتاعك في اول رد او تاني رد، ولكن هي موجوده في الرد الثالث او الرد الرابع.